اهلا وسهلا بيكم في برنامج ايه القرف ده. الاستاذه دي جابت فراخ وحطت عليه رز مش مغسول وشويه بصل وتوم وشويه توابل كده، ملح على فلفل على بهارات عشان نخلي الطعم لذيذ. الحقيقه انا مش عارفه ليه ممكن حد يعمل كده. احنا ممكن ناخد الفراخ نحطها في الفرن ونسوي الرز عادي، بس لا. حطينا شويه زيت زيتون، وده تقريبا نشا ده ولا ايه ده، مش عارفه. وشوربه، انا حاسه ان انا عايزه ارجع. ولبن. اكيد هي تقصد تعمل رز معمر، بس هو مش هيعمر قوي. وبروكلي. يعني انا مش قادره اكمل الفيديو بصراحه، قررت اكمل الفيديو علشان نشوف هي هتوصل لايه في الاخر. جبنه، لا دي مش جبنه، دي زبده. خسرت الزبده والله. هنحط بقى العك ده في الفرن. بنحطه على درجة حرارة 700 تحت الصفر لمدة 4 ساعات علشان الأكلة تستوي ويكون شكلها حلو. هتدخل الفرن وتطلع الأكلة من الفرن بعد 4 ساعات. زي ما انتم شايفين الأكلة شكلها، استغفر الله العظيم يا رب، حاجة تقرف يعني صراحة. وعلشان نزين الطبق ونداري على الفضيحة بنحط جبنة موتزاريلا. الجبنة موتزاريلا دايما بتداري على اي حاجة وحشة، يعني بصراحة لو حد شخصيته وحشة يحط عليه جبنة موتزاريلا تبقى زي الفل. طبعا انا مش قادرة اكمل الفيديو من كتر العك ده، بس نصيحة، محدش يعمل الاكلة دي معفنة.